واحنا مضغوطين او خايفين جسمنا بيشتغل بنظام حارب واهرب fight or flight. الجهاز العصبي بيدي انذار، الغده الكظريه بتفرز هرمونات زي الادرينالين والكورتيزول ده مشهور باسم هرمون الضغط العصبي. دوره انه يساعدنا نتاقلم مع التحدي اللي قدامنا ويجهز جسمنا للتعامل. يزود ضخ الدم للقلب والعضلات مثلا عشان نقدر نجري او نواجه الخطر. على المدى القصير ده مفيد وبيساعدنا نعدي الموقف، انما المشكله لما الضغط يطول والكورتيزول يفضل عالي لفترات طويله، ساعتها بقى بيقلب ضدنا. الخوف والقلق المستمرين بيضعفوا جهاز المناعه البدني ويزودوا قابليتنا للامراض. يعني زي ما الصدمه النفسيه ممكن تكسر الواحد، كمان جسمك بيتاثر، المناعه بتقل، القلب ممكن يتعب، النوم بيتلخبط وهكذا. وعشان كده بنشوف اللي بيعاني من توتر مزمن ممكن يجيله ارق او قرحه معده او ضغط عالي نتيجه افراز هرمونات الاسترس باستمرار. الغريب بقى ان الابحاث الجديده بتلاقي علامات بيولوجيه للمرونه النفسيه. مثلا في دراسه لقيت ان الناس الاكثر مرونه نفسيه بيكون رد فعل اجسامهم الهرموني متوازن اكتر مع الضغط. جسمهم بيعرف امتى يفرز الكورتيزول عشان يتعامل مع الموقف الصعب وبعدين يرجعه لمستواه الطبيعي بسرعه، بعكس الناس بقى اللي مناعتهم النفسيه ضعيفه. يا اما جسمهم ما بيستجيبش كفايه وقت الخطر فيحسوا بالعجز، يا اما يفضلوا في حاله انذار مده طويله بعد الازمه ما تنتهي فتهلكهم. خلاص القول، المرونه بتبان حتى في كيمياء جسمنا. العلماء بيقولوا اللي عنده مرونه عاليه كأن عنده حصانه ضد الاثار النفسيه للتوتر المستمر.